الفيديو ده مهم جدا للعميل اللي بيشتري النهارده في راس الحكمه في الساحل الشمالي. شركه هايد بارك نازله بلونش على مساحه 40 فدان في مشروعها سي شور اللي موجود في الكيلو 204 في راس الحكمه. ودايما بحر راس الحكمه مفيش فيه اي صخور خالص، ويمكن الميه اللي موجوده في كل شواطئ راس الحكمه جميله جدا جدا جدا. شركه هايد بارك ده يبقى المشروع الرابع ليها. عندها هايد بارك في التجمع الخامس، مشروع عايش وساكن، وعندها جاردن ليج وتاوني في اكتوبر في التوسعات الشرقيه. نازلين النهارده لونش باسعار انا شايف انها اسعار حلوه جدا وانظمه سداد حلوه جدا. النهارده الشركه بتطرح المرحله دي بالكامل. دي مرحله على مساحه 40 فدان مبنيه على 15% بس من ال 40 فدان، وعندي 4.5 فدان سويمابل لاجون، وكل اليونتس الفيوهات بتاعتها هتكون على اللاجون. مفيش عندي وحدات هتكون خلفيه. عرض الشاطئ احنا بنتكلم في اكتر من نص كيلو. مساحه المشروع كله احنا بنتكلم في حوالي من 240 فدان. الخدمات اللي موجوده عندي فندق 5 ستار، عندي 2 كلاب هاوس، واحد على الشط والتاني في نص المشروع. عندي 10,000 متر من الكوميرشال. مشروع مع مطور كبير، والاسعار اللي نازل بيها اسعار حلوه جدا. يمكن الشركه النهارده شغاله انشاءات، فده بيطمن العميل. بالنسبه للوان بيدروم احنا هنتكلم في متوسط 7 مليون، التو بيدروم هنتكلم في متوسط 9 مليون، والثري بيدروم هنتكلم في متوسط 12 مليون. بندفع 5% وبعد شهر 5%، والباقي على 8 سنين اقساط متساويه، وهتستلم في 2028. شركة هايد بارك شغالة دلوقتي إنشاءات في سي شور، ويمكن ده بيطمن العميل. عندي أكتر من مشروع نازلين في راس الحكمة وفي الساحل كله لونش. بنشرح لحضرتك وبنوضح لك الفرق ما بين كل المشاريع اللي في الساحل الشمالي، من أول سيدي عبد الرحمن لحد سيدي حنيش. ونكون دايما عند حسن ظنكم. سيب رقم تليفونك. أكبر فريق مبيعات موجود في السوق المصري هيشرح وهيوضح كل كبيرة وصغيرة في الساحل الشمالي كله، ونكون دايما عند حسن ظنكم ان شاء الله. شكرا جدا لكم.